رجعنا تاني بعد ما اليوستفند استوى هو والليمون والحاجة كلها والبرتقال وكله. هنضربهم بقى في الخلاط. رجعنا تاني بعد ما صفيناه في الخلاط بقى بالمنظر ده كده. هنصفيه. كده الصف اهوت، وادي القش اللي طلع منه. القش ده مش هنرميه، هندعك بيه البوتاجاز او اي حاجه فيها دهون. نحط له بقى معلقه ملح ومعلقه بيكنج باودر وتدعكي بيه البوتاجاز. هنحط معلقه سكر كبيره، معلقه ملح ابيض كبيره، معلقه خل. ده كيلو صابون من اي واحد بتاع صابون، بس يكون نوع ممتاز عشان يدي نعمه حلوه ورغوه حلوه. هنحطه عليه. هنقلبه كويس. معلش النور قطع. احنا بنحط عليه حتة ملح ليمون، حبة ملح ليمون، ونحط عليه حتة وتجيبي ب5 جنيه بطاس، حتة بطاس ب5 جنيه تحطيها عليه. تفضلي بقى تقلبيه بقى فيه كده ونشوف الرغوة بتاعته. الطبق فاضي اهوت، هنحط فيه شوية هنجربه. بصوا عامل ازاي، بصوا تقيل ازاي اهو. تفضلوا تقلبوا فيه كده اهو. ليفة اهي اهي، مفيش اي حاجة خالص. بصي اهي اهي اهي. اديني غسلت الليفة قدامكم خالص اهي. بصوا اهو. بصوا الرغوة، بصوا الرغوة عاملة ازاي اهي. ولا تحطوا بقى زيت ولا تحطوا اي حاجة خالص اهي اهي. انا غسله الليفه قدامكم وعاملاه اهو، عشان في تعليقات بتبقى غلسه جدا وتقول لي الليفه بتبقى فيها صابون. قدامكم الليفه اهي اهي. شايفه الرغوه عامله ازاي، وريحه الصابون جميله جدا مع الليمون وقشر البرتقال. يا رب يعجبكم.